النهاردة هاتكلم في موضوع ممكن يكون تقيل شوية، أو حقيقة ممكن يكون بعضنا لسه ما عندوش القدرة إنه يواجهها أو يتعامل معاها. النهاردة هاتكلم عن نوع من الألم بس مختلف تماما. الألم اللي بيجي من ناس كان المفروض تحس معاهم بالأمان، بالحب، ويكونوا سند ليك. الناس اللي وثقت فيهم أكتر من أي حد تاني. تخيل لما يبقوا هم نفسهم سبب ألمك. لما حد من أفراد العيلة يخذلك، ده مش بيكون إحساس عابر وخلاص، لأ، ده بيفضل تقيل على صدرك وبيخنقك. تفضل مش فاهم إزاي حد كان المفروض يحبك قدر يجرحك بالشكل ده. والأصعب إن لما تعبر عن وجعك تلاقي ردود من نوع ما هو طبعه كده، العيلة وصلة الرحم، خليك أنت متسامح. بس أول خطوة في التعافي إنك تعترف أنا اتوجعت، مش عشان تعيش في دور الضحية، لكن عشان ترجع لنفسك حقك في إنك تحزن وتتألم. عشان الشعور بالألم ده هو الطريق الوحيد إنك تعدي من خلاله وما يفضلش متخزن جواك ويأثر على باقي علاقاتك. وتلاقيه بيظهر بعد كده إننا ما بنقدرش نثق في حد بسهولة، أو في اختياراتنا طول الوقت للناس الغلط، أو في رعبنا من الهجر أو إن الناس تتخلى عننا، أو إننا نصغر احتياجاتنا عشان ما نعملش مشاكل وغيره وغيره. لكن العيلة هي المكان اللي المفروض نتعلم فيه يعني إيه حب، يعني إيه أمان، يعني إيه ثقة وانتماء. فلما المكان ده نفسه يبقى مصدر الأذى، فطبيعي هنتساءل ونقول: هو الحب ده فعلا حاجة حقيقية؟ هو أنا ممكن أثق في حد؟ هو أنا ممكن يبقى ليا بيت حقيقي ممكن أحس فيه بالانتماء؟ بس أول ما نقدر نقول إن اللي حصل ده فعلا أذاني من غير ما نبرر، من غير ما نلوم نفسنا، ساعتها بناخد أول خطوة عشان نقدر نساعد نفسنا إن إحنا نتغلب على دوت. لما الخذلان بيجي من العيلة، أول رد فعل عندنا غالبا بيكون إننا بنلوم نفسنا. يمكن أنا الغلطان، يمكن لو كنت حاولت أكتر، يمكن لو كنت أنا فعلا أستاهل إني أتحب ما كانوش عملوا كده. إحنا لما بنتوجع بنحاول ندور على سبب، وغالبا بنحط السبب في نفسنا، لأن لو الغلط مننا يبقى كان ممكن نقدر نمنعه، كان ممكن نغيره. بس الحقيقة أنت كنت ممكن تعمل كل حاجة صح، وبرضه كانوا هيتصرفوا نفس التصرف. لأن خذلانهم عمره ما كان دليل على إنك مش كفاية، كان دليل على جروحهم هم وعجزهم هم إنهم يحبوك بالطريقة اللي أنت تستحقها. لما تشيل في نفسك مسؤولية تصرفاتهم، بتدخل في دايرة لوم ما بتخلص، والحمل ده مش بتاعك، لأن في ناس غرقانة في وجعها لدرجة إنها بتطلع وجعها على أقرب الناس ليها، عشان هم نفسهم اتأذوا وبيكرروا نفس النمط اللي عاشوه. بس برضه ده مش دورك إنك تشيل عنهم، ولا إنك تعالجهم، ولا تكون ضحية لعدم وعيهم. جوانا رغبة كبيرة إننا نصلح، نرجع لمكان الوجع ونحاول نغير النهاية. يمكن لو أثبتت لهم إني كويس هيحبوني. بس التعافي ما بيحصلش في نفس المكان اللي حصل فيه الأذى. ما ينفعش تبني سلامك في بيئة رافضة تعترف أصلا إن في جرح. التعافي مش إنك تفضل في نفس الوجع مستني فجأة إنه يختفي. التعافي محتاج مسافة، محتاج شجاعة إنك تبعد عن حاجة مألوفة بالنسبة لك بس بتأذيك. إنك تبعد مش معناه إنك ما بتحبهمش ولا إن قلبك قاسي، معناه ببساطة إنك اخترت نفسك، وده من أشجع القرارات اللي إنت ممكن تاخدها. لما تسيب الصورة اللي كان نفسك تعيشها وتواجه الحقيقة اللي موجودة قدامك، الحقيقة إن الناس اللي جرحتك يمكن عمرهم ما يعترفوا بدورهم في وجعك، يمكن عمرهم ما يعتذروا. ولو فضلت مستني اعترافهم واعتذارهم ومستني التغيير يجي منهم، هتفضل محبوس في نفس الدايرة. وهيجي وقت لازم تفهم فيه إنك تسامح مش معناها إنك ترجع كل حاجة زي الأول، لأن الصلح محتاج اتنين، محتاج حد يعترف وحد بيعتذر وحد يتغير. ما ينفعش تعمل ده من ناحيتك انت بس. وفي ناس
مش هتتغير، مش هتشيل مسؤولية، ومهما سامحت ده مش هيغيرهم. عشان كده مهم جدا إن احنا نفهم حاجة، نفهم إنك تسامح حاجة، وإنك ترجع الناس المؤذية لحياتك حاجة تانية خالص. انت من حقك تتعافى من غير ما ترجع لنفس المكان اللي أذاك. إنك تقطع العلاقة مش معناه إنك ما عندكش قلب، ده معناه إنك استخدمت تعاطفك لنفسك لأول مرة. وإحساسك بالذنب مش دايما دليل إنك غلط، ساعات بيكون دليل إننا بني آدمين، إننا بنحس، وإن القرارات الصعبة بتوجع. واللي بنسميه ذنب ساعات بيكون حزن، مش على الشخص، لأ، على العلاقة اللي كنا بنتمنى إنها تبقى موجودة. وحاجة من أصعب الحاجات الحقيقية إن العيلة مش دايما الناس اللي إحنا اتولدنا وسطهم. العيلة ممكن تبقى الناس اللي انت اخترتهم والناس اللي اختاروك، لأن العيلة الحقيقية هي المكان اللي بتكون قادر تعبر فيه عن نفسك بدون خوف. مفيش حد بيسكتك أو بيتجاهل مشاعرك. العيلة بتكون مصدر أمان واحتواء، مش ضغط وسخرية أو إهانة. العيلة مكان قادر أكون فيه نفسي من غير مقارنة أو منافسة مؤذية. العيلة مصدر العطاء المتبادل. العيلة هم الناس اللي بيحبوك بجد. والسلام يكون في إدراكك إنك تستحق أحسن، وإنك مسموح لك تختار الناس اللي يدخلوا حياتك. ولما تبطل تجري ورا ناس مش شايفينك، وتبطل تحاول تصلح علاقات بتستنزفك، ساعتها بس باب جديد بيتفتح، باب تبني فيه تعريف جديد للعيلة اللي فيها حب واحترام ورعاية متبادلة. وده مش شيء لازم تكتسبه، ده شيء انت تستحقه لمجرد انك موجود. واشوفكم الحلقة الجاية.